شكرا الرئيس السياسي فورجي، شكرا الجارة أريتريا أريتا كما يحلو لهم. الرئيس السياسي فورجي رئيس وحاكم أفريقي صاحب باع طويل في السياسة الأفريقية وصاحب دراية. منح السودانيين تأشيرة الإقامة داخل الأراضي الأريترية ومعاملتهم معاملة المواطن الأريتري، ولهم الحق في ممارسة كل شيء لا يضر بأريتريا. موقف لن ينساه لك الشعب السوداني والشعب الأريتري والشعب السوداني بهم روابط دم. شكرا شعبا وحكومة أريتريا. مساء الخير عليكم يا سودانيين. اقسم بالله العظيم انا متكيف من الشعب الاريتري وسياسه فرق، والكلام ده قبل كده قلت لكم. ازعد دينك يا بشنب يا حبيبي يا سياسي يا فرق، راجل وقدر الكلمه. يلا رحقاكم. هل تذكر اسمر يا إذ كانت تحلو الازمان؟ هل تذكر اسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الازمان؟ والقاش الصامد ودعنا في جوف الصمت جراحا. والقاش الصامد ودعنا في جوف الصمت جراحات. أقسم بنضال أريتريا وبكل شهيد غدمان. ريتا ريدي اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. والقاش الصامد ودعنا في جوف الصمت جراحا. القاش الصامد ودعنا في جوف الصمت جراحا. أقسم بنضال أريتريا وبكل شهيد غدمان. ريتا ريدي اشهد ربي. شكرا للحكومة الأريترية، شكرا للحكومة الأريترية لوقوفهم ومساندتهم مع الشعب السوداني. شكرا لسياسة فورجي، شكرا لأريتريا حكومة وشعبا لوقوفهم ومساندتهم مع الشعب السوداني في زمن ذهب فيه الأصدقاء وفي زمن ذقنا مرارة الأشقاء. شكرا حكومة أريتريا، شكرا يا إسياس أفورجي لوقوفك ومساندتك مع الشعب السوداني، بانك وصفت المواطنين السودانيين اللي بيدخلوا الى اريتريا يتعاملوا معامله الاريتريين ويسهلوا لهم كل شيء دايرينه. شكرا لسياسه فورجي. سياسه فورجي اخب في افريقيا، سياسه فورجي برهان افريقيا. سياسه فورجي الان ظهر قائد بطل لوقوف ومساندته مع الشعب السوداني في زمن ذهب فيه الاشقاء، في زمن ذقنا مرارة الأشقاء. وقف لنا سياسة فورجي وعامل السودانيين معاملة الأريتريين. عاملوا معاملة الأريتريين السودانيين المتواجدين هناك، سهل لهم كل شيء. شكرا حكومة أريتريا، شكرا لكم حكومة وشعبا. من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب صرتم ود وصرتم حب بالنسبة للشعب السوداني. وهذا الموقف لن ينساه لك التاريخ يا إسياس يا فورجي، لن ينساه التاريخ. سوف يسجله وسوف يعلم أبنائنا بأن إسياس فورجي وقف مع الشعب السوداني وعامل الشعب السوداني معاملة الأريتريين، فيزا مجانية، دخول مجاني، يعاملوا معاملة الأريتريين. شكرا يا إسياس فورجي في زمن
ذقنا نحن ذاك السودانيين مرارة الناس اللي بيقول عليهم نحن أشقاء، مرارة الأشقاء اللي نحن بنقول عليهم أشقاء، ذقنا مرارتهم. وظهرت لنا أنت يا برهان، أنت برهان أفريقيا، برهان أفريقيا. لما أقول برهان باللغة الأريترية بمعنى إنه ضوء، أنت قطب أفريقيا، قطب معناه نجم أفريقيا. Thank you very much, thank you very much in my heart to Republic of Eritrea. Thank you. وهذه تحية مني إليكم من طباخ المدرعات. إريتريا قد داحرت بغيظ مدارها وتوجت بالنصر تضحياتها. إريتريا 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 قد داحرت بغيظ مدارها وتوجت بالنصر تضحياتها. على الأهداف عبر من عبور وباسمها معجزة الصمود وفر المكافحين إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل الظروف اللي تمر بها دولتنا من حرب لعينة فرضتها علينا دولة الإمارات الخبيثة وأزيالة وميليشيات داخل السودان المسمى زورا وبهتانا للدعم السريع، في ظل الموقف والتآمر الدولي على السودان من بعض جيرانه. والله يعني بدر موقف جميل جدا وموقف في محله وموقف نحن اصلا ما خيب ظننا. الرئيس الاريتري اسياس افورقي الرجل الاصيل ابن اريتريا ابن الثوره الاريتريه الذي لم يخون وطنه وشعبه، وطبيعي انه يكون وفي للسودان وشعبه، وشيء طبيعي لانه اسياس افورقي هو امتداد جغرافي للسودانيين في الاقليم الشرقي، وهو سوداني الهوى لكن اريتري الجنسيه. والله نشكرك يا افورقي على قرارك انك اعتبرت السودانيين جزء من الشعب الاريتري واعتبرتهم يتعاملوا معامله الاريتريين. نكرر شكرنا لاسياس افورقي وكل اهلنا الاريتريين ونحن ذاته اريتريين. نكرر شكرنا لاسياس افورقي وحكومته، وان شاء الله نحن كشباب حنعمل على تفعيل الصداقه الشعبيه السودانيه الاريتريه. ودي رساله لدول الجوار تشاد ومجرس ومحمد بن زايد واخوه. شوفوا الرجال كيف يتصرفوا كرجال دوله. اسياس افورقي الرئيس الشجاع البطل ابن الثوره الاريتريه، وانتوا يا زيال اسرائيل اقعدوا يتامروا. والله الشعب السوداني حيهزم كل مؤامراتكم. نكرر تحيانا يا اسياس افورقي يا عمنا ويا زعيمنا الزعيم اسياس، جايينك في اسمر. طيب يا شباب، نحن سعد نتحدث في السودان عندنا نسيج اجتماعي قوي وترابط قبلي متين ممتد لتاريخ قديم جدا، مش في داخل السودان فقط، حتى في امتداداتنا القبلية مع دول الجوار، مع جنوب السودان، مع مصر في الشمال، مع جارة شاد في الغرب، مع اثيوبيا في الشرق، ومع اريتريا في الشمال الشرقي لبلاد الحبيبة. نحن حقيقة ساعة نتذكر ترابطنا مع جمهورية اريتريا ومع الشعوب الاريترية نستذكر انه اسمرة هي ظلت لعقود سابقة من الزمن في الماضي هي بتمثل قلعة للصمود، للتحدي، للعزة، للأنفة، للكبرياء الأفريقي. فجمهورية أريتريا في الفترة الأخيرة هي ظلت في مواقف جريئة نسبة لحكمة قادتها، وعلى رأسهم فخامة الأخ اسياس افورقي رئيس جمهورية أريتريا. هذا الرجل الذي يمتاز بالحكمة، يمتاز بالرشد، يمتاز برجاحة العقل، مما أدى بأريتريا بأن كل مواقفها هي داعمة. ما بقول هي داعمة للسودان، إنما داعمة للحق،
إنما داعمة للعزة وللكبرياء وللشموخ الأفريقي. فأحيي من هنا فخامة الرئيس السياس أفورقي. من بدء التمرد القادر على بلادنا كانت مواقفه قوية شجاعة صريحة، ما فيها ما بين هذا وبين هذا. كانت كل مواقفه هي في اتجاه وقف الحرب ووضع السودان في البيئة الملائمة اللي بتخليه ينهض ويمشي للأمام. فدائما فخامة الرئيس السياس أفورقي إذا رجعنا التاريخ الأخير لأفريقيا بنجده هو امتداد لقادة ورموز أفريقية ظلت خالدة في وجدان الشعوب الأفريقية. فلنتذكر جميعا نيلسون مانديلا رمز النضال الأسمر في قارتنا السمراء، جومو كينياتا، ميلي الزناوي، لومامبا، هواري بمدين، جمال عبد الناصر، وزعماء أفريقيا السودانيين الرئيس الراحل إسماعيل الأسهري ورفيق دربه محمد أحمد المحجوب. هكذا هي أفريقيا، اعتداد بالنفس، عزة، لا للانكسار، لا للتبعية، لا للاستعمار الحديث، لا لرموز العمالة والخيانة من أبناء أفريقيا ضد شعوبهم. في مدينة أفريقية تعتبر من الأكثر أمنا في العالم، والشعب هنا من أطيب الشعوب على رغم تعدد العرقيات. هنا 9 قوميات. ما تحتاج أي لغة لأن اللغة العربية من اللغات الرسمية. مرحبا بكم في العاصمة الإريترية أسمرة.